أستاذك عبر الأثير. علمني 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 وخذ بيدي علمني. أستاذك عبر الأثير. علمني 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 علمني. أستاذك عبر الأثير فضاء أثيري تربوي يرافق طلبة البكالوريا طيلة فترة الحجر الصحي. علمني وخذ بيدي. أستاذك عبر الأثير يأتيكم على المباشر من إذاعة الجزائر من برج بوعريريج يومي الأحد والثلاثاء من 2 إلى 3 زوالا. هذا البرنامج يقدم لكم بالتعاون مع الاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة. أستاذك عبر الأثير معا لتحقيق النجاح. أبناءنا التلاميذ الأسرة التربوية مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساؤكم محبة وفرح. يخدمكم هذا المساء في التنفيذ الهندسي والإخراج بوزيتي ويري، وفي الإعداد والتقديم فارس لوماسين. الجامعة تعتبر الجامعة المؤسسة التعليمية التكوينية الأولى والعليا التي تتولى تخريج الإطارات، وتعد طموح الكثير من أبنائنا منذ المراحل الأولى لمسارهم التعليمي. أما مترشحو البكالوريا فالكثير منهم يقول إنها حلمه الذي يقتات على تفاصيله كل لحظة وهو يحضر لامتحان شهادة البكالوريا. تفاءلوا أبنائي، فمترشح شهادة البكالوريا اليوم هو طالب الغد القريب. ماذا تحقق الجامعة في حياة الطالب؟ وما هي واجبات الجامعة نحو مترشح شهادة البكالوريا والطالب الجامعي عموما؟ هل للطالب الجامعي دور في تحفيز مترشح شهادة البكالوريا؟ ما هي علاقة شهادة البكالوريا بالجامعة؟ وهل تلعب الجامعة والطالب الجامعي دورا في تحفيز ومساندة مترشح البكالوريا نحو المزيد من النجاح؟ لمناقشة هذه النقاط وغيرها يسعدني أن أرحب معي في الأستوديو بأحد طلاب الجامعة الذي يمثل بالنسبة للكثير من أصدقائه وزملائه وحتى مجتمعه قدوة بحق وبصمة من بصمات الجيل. الطالب يوسف دحماني، مرحبا بك. ربي يعيشك أستاذ، شكرا. طالب يوسف دحماني سنة أولى ماستر علم اجتماع التنظيم والعمل بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. كما سنربط اتصالنا على التوالي بمجموعة من الأساتذة من ضيوفنا إذن اليوم، الأسرة الجامعية ممثلة في الطالب دحماني، بالإضافة إلى زملاء من جامعة محمد البشير الإبراهيمي، بداية من البروفيسور زهير الروابح، الدكتور عمر أبو جمعة، والدكتور عباس سمير. نبدأ معك. نعم أستاذ، تفضل. البكالوريا. نعم. معنا عبر الهاتف دكتور أبو جمعة عمارة، دكتور في علم اجتماع التربية، طبعا له مؤلفات واهتمامات بحثية في التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني. مرحبا بك دكتور.
السلام عليكم، مرحبا بكم أخي فارس، سعيد بالتواجد معكم. نحن الأسعد. راه معنا يوسف يا دكتور، طالبنا المجتهد. طالبكم مجتهد. أهلا وسهلا. نزيد نعطيك معلومة أخرى. نعم تفضل. صادفت اليوم أنه يوسف يحتفل بعيد ميلاده 25. ما شاء الله. وصادف هذا أول زيارة له لإذاعة الجزائر من برج بوريش. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الأفراح كي تجي مرة واحدة. تتوالى ما شاء الله. نعم دكتور. أولا أخي فارس، سعيد جدا بالتواجد معكم، سعيد بسماع صديقي وأخي البروفيسور زهير الروابح، كما يسعدني أن أسمع صوت أخي الدكتور سمير عباس الذي لم ألتقيه منذ مدة. بداية يعني أريد أن أضيف لما تفضل به الأستاذ الدكتور زهير الروابح عن مهام الجامعة، وأقول أنه من خلال التطور الحاصل في المنظومة التعليمية أن الهدف الأساسي للعملية التعليمية في الجامعة أصبح يتمحور حول القدرة على أن يمتلك الطالب القدرة على التفكير والقدرة على الحوار وكذا القدرة على الكتابة. إذن بفضل هذه العمليات الثلاثة تكون قد حققت أهم هدف من العملية التعليمية، وبالتالي تكون مفكر ناقد وكاتب جيد لأفكاره، وأيضا محاور جيد لعرض هذه الأفكار. بطبيعة الحال يكون كل هذا من خلال الفضاء التعليمي الجامعي، لأنها تعتبر مؤسسة محورية ولا يمكن الاستغناء عنها ولا بديل عنها حاليا، باعتبارها المؤسسة التعليمية وأيضا التكوينية العليا التي تتولى بطبيعة الحال تخريج الأجيال، وأيضا يصبحون يتولون مهام ومسؤوليات ويسيرون بها شؤون المجتمع، وبالتالي تحقق مصالحه ويضمن استمراره. نعم دكتور بوجمعة، هل تعتبر أن الجامعة كمؤسسة بحث ومؤسسة تعليم، هل تعتبرها منفتحة بالقدر الكافي على المجتمع؟ والله الكثير من الملتقيات والمداخلات والملتقيات العلمية بالخصوص وقعت أو قامت الجامعة بالقيام بها، مثل أحد الملتقيات الذي قمنا به في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أعتقد في سنة 2016. وهو دور مثلا الجامعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع، وبالتالي دائما نجد هناك نوع من القطيعة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، وبالتالي وجب على الفرد أو على الجامعة وعلى وزارة التعليم العالي وأيضا على وزارة التربية أن تجد حلول قطعية لعلاج هذه القطيعة التي نجدها تقريبا، أن الجامعة والتعليم الجامعي في صف، والتعليم الثانوي والتعليم بمختلف مستوياته الدنيا في صف آخر. أعطي لك مثال، مثلا في شقيق المغرب التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم الجامعي وحتى الثانوي وزارة واحدة، بينما نحن في الجزائر، وبالتالي تكون البرامج مسطرة وذات أهداف بينما ومتتالية، يعني كل مرحلة عندها ترابط وكل مرحلة تكمل المرحلة التي تليها، بينما نحن في الجزائر عندنا وزارتين ونجد فعلا قطيعة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي. أقترح مجموعة من الحلول ربما لتضييق هذه الهوة المعرفية بين التعليم الجامعي والتعليم الثانوي، وبالتالي تقريب الثانوية، نحاول نقرب الثانوية من الجامعة، ربما من خلال القيام بأبواب مفتوحة بشكل دوري على الجامعة. أولا تعرف الطالب بالثانوي بالجامعة وترغبه فيها، وهو النشاط الذي لم ينجز هذه السنة بسبب الظروف الحالية. كان هناك نشاط يسمى بالأبواب المفتوحة على الجامعة. نعم. لكن الخلل الذي يشوب هذه العملية أنه الأبواب المفتوحة تقام لمن تحصل على شهادة البكالوريا. نعم. بهدف تعريف الطلبة بالتخصصات الموجودة، لكن ربما جيلنا أستاذ بوجمعة كان محظوظا نوعا ما، كانوا يديونا رحلات، كانوا يديونا رحلات للجامعة وإحنا طلبة في الثانوي. إذا نعم هذا ما أقصده، يعني هنا الأفضل أن تكون هذه العملية دورية أو فصلية. لماذا ما تكون فيها فصلية مثل القيام برحلات كما تفضلت، وبالتالي الطالب لما يشوف الجامعة يشوف ربما ينتابه الشعور ويكون عامل محفز له من أجل
النجاح. أيضا فتح قنوات إعلامية مثل هذه القناة الإعلامية مثل هذا اللقاء، وبالتالي تكون في عملية اتصال، وأيضا من أجل نشر النماذج الناجحة في المجتمع باعتبارها قدوة. لأن كثيرا ما نسمع مقولة اللي قرا واش دار، صحيح، لكن في حقيقة الأمر ألو نعم نسمع، لكن في حقيقة الأمر من يقول هذه الكلمة اللي قرا واش دار؟ من يقول هذه الكلمة هم الفاشلين والكسالى الذين يقومون بتبرير فشلهم، وبالتالي يثبطون المجتهدين، وتكون عملية عكسية أو تعود كعملية عكسية عليهم في التحصيل. أيضا أظن أن تشكيل توأمة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي تعمل بتنسيق كبير تسمح للطلاب الثانوية بإدراك ماهية الجامعة وما أفاقها، وبالتالي السماح للطلاب الثانوية بالتعرف عليها. نعم فعلا. أيضا لماذا نعم كمل دكتور. نعم أيضا ربما نعقد ندوات وأيام دراسية مشتركة بين التعليم الثانوي وأيضا التعليم الجامعي، واختيار مواضيع لها بطبيعة الحال علاقة بالتحفيز والتشجيع، ويقدمها مختصين من أساتذة وخبراء بطبيعة الحال يكونون في الميدان، وأيضا تكون على مستوى الجامعة وبصورة دورية يحضرها أساتذة وطلبة الثانويات. أيضا نقطة مهمة وأجدها مهمة جدا، وهي إشراك الأساتذة الجامعيين في التوجيه والإرشاد من خلال خلق فضاءات علمية وبيداغوجية في الثانويات تسمح لهم للطلبة بطبيعة الحال بالتقرب من الأساتذة والتعرف عليهم وعلى أفكارهم بهدف التأثير عليهم إيجابيا وتكوين اتجاهات إيجابية نحو التعليم. بارك الله فيك دكتور. إذن كلها مقترحات وربما كاين المزيد. كلمة أخيرة تجاه الطالب والله كلمة أخيرة أقدمها الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا. أولا نتمنى لهم النجاح من كل قلبي وبمعدلات جيدة وممتازة لما لا، بهدف اختيار التخصصات التي يرغبون فيها، وأنصحهم على أن يكون لهم هدف ويرسمون مجموعة أهداف على أن يكون الدخول للجامعة أحد هذه الأهداف. أيضا الاجتهاد في التحصيل، وأيضا الجدية في التكوين، ثم توثيق الصلة بينهم وبين الأساتذة فعلا. نعم. وأيضا نقطة مهمة مصاحبة الزملاء المجتهدين والإعراض عن الكسالى. وأيضا المطالعة الواسعة لتحصيل الثقافة العامة. وأشكركم الشكر لك، في انتظار أن تنورنا إن شاء الله في أعداد لاحقة هنا في الاستوديو وليس هاتفيا. بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا. البركة، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. يعيشك. يوسف نعود ليك. بما أن